وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غتكون هي هاد الكسكسو الامازيغي اللي نصايبوه غير بالحليب والقرعه الحمراء فقط، وشويه تاع البصله حتى هي. تابعوا الفيديو حتى الاخر اللي بغى يعرف طريقه التحضير، وفرجه ممتعه لكم جميعا. سلام الإخوة والأخوات، مرحبا بكم جميعا. كنرحب بكل متابعي قناة وصفات خديجة. أهلا بكم من جديد مع اقتراح جديد. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم كسكسو أمازيغي بالقرعة الحمراء وبالحليب فقط، وشوية ديال التوابل، زيت الزيتون، شوية الملحة، شوية البزار، شوية سكينجبير. غادي نبداو بسم الله مع طريقة التحضير. غادي ناخدو البصله، غادي نقطع، غنزيد شويه ديال زيت العود وشويه ديال الملحه، كنشحر البصله واحد شويه، غادي نزيد الماء والقرعه. الماء كنديرو غير شويه، غير حساب باش طيب لينا القرعه، حيت في الاخر غادي نزيدو الحليب هو اللي كنسقيو به. غنزيد واحد شويه ديال البزار وشويه ديال السكينجبير، وغادي نديرو الكسكسو باش يفور. الكسكسو ما غاديش نشاركو معكم بالتفصيل لاني يلاه شاركته معكم. صافي، وغادي نخليوه حتى يفور لينا الكسكسو مزيان، وغادي نعاودوه وغتكون تقريبا القرعه طابت حيت ما كتاخذش وقت كثير. نديروا الفوره الثانيه وهي الاخيره بالنسبه للقرعه. شفتها دغيا طابت وانا نحيدها حيت خليتها غادي تشتت، حيدتها حتى نفور الكسكسو وغادي نرجعها تسخن ونزيد عليها الحليب. دابا غادي نزيد الحليب كما كتشوفوا، يعني الماء بقى غير واحد شويه، داك الماء اللي درت. غادي نخلي هذا الحليب حتى يسخن مزيان وينسجم ليا شويه مع القرعه، وغادي نزيد واحد شويه ديال الزبده بلديه اولا ديروا السمن اللي ما يكونش حار. انا غندير الزبده بلديه. صافي، غادي يسخن ليا الحليب وغادي نسقي الكسكسو. كناخذوا الطبق ديال التقديم اولا قصريه على حسب الرغبه، نحطو فيها الكسكسو. غادي ندوزو دابا باش نسقيو هاد الكسكسو ديالنا. وهذا هو الشكل ديال الكسكسو الامازيغي. نتمنى اقتراحي ديال اليوم يعجبكم وتجربوه بالصحه والراحه، وغادي نخليكم حتى نتلاقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله.